اللي يبغوا التحليات ولا يحوسوا على وصفات كيما هذه تكون عائليه وتكون تقطع كميه كبيره وديروها على مره. هذه الوصفه تناسبكم بزاف. جبت لكم هذه التحليه بذوق الشوكولا بثلاث طبقات، طبقه تاع الكيك وطبقه تاع الكريمه والغاناش الساهل المهل. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. عندي جوج حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة مع رشة ملح، ملعقة صغيرة تاع فانيلا بودرة ولا عطر الكراميل ولا عطر الشوكولا اللي موجود معاكم. هنا عندي نص كاس تاع سكر اللي يبغوا الحلاوة متوسطة. إذا بغيتو الحلاوة أكتر ممكن تزيدوا أكتر من نص كاس. هذا الكاس اللي دائما نقيسو به تاع 220 ملي سوائل. نخلطو غير بالدراب اليدوي كما راكم تشوفوا بالفوي. وإذا بغيتو تستعملوا الباتور دبروا لسانكم. نزيدوا ثلث كاس تاع زيت، ماشي نص، تحت النص، يعني ثلث كاس تاع زيت بنفس الكاس اللي قستو به. هنا غادي نستعملوا نص كاس تاع رايب ولا اللبن اللي موجود معكم. غادي تجي كيك خفيف بزاف وهشيش. اذا ما كانش عندكم لا اللبن لا رايب ممكن ديروا نص كاس تاع حليب مع ملعقه تاع خل وتخلوها هكا فتره. نزيدوا كيس تاع خميره كميه تاع 10 غرام، ملعقتين تاع كاكاو، ونزيدو كاس تاع فرينه ونخلطوا كامل هذو المكونات حتى نحصلوا على خليط تاع الكيك بهذا القوام. انا عندي صينيه مربعه اللي دهنتها غير بالزيت، ونفرغوا الخليط تاعنا ونديروه يطيب. غادي ياخذ لنا حوالي 20 دقيقه غادي يطيب بالخف. هنا عندي كاس ماشي معمر تاع بودره الشونتيي مع نص كاس تاع ماء بارد ولا حليب بارد مع علبه كريم ديسير تاع بنينه، ونخلطوها بالباتور حتى نحصلوا على كريمه. هنا شربت الكيك تاعي بعد ما برد بشويه تاع عصير تاع البرتقال ولا بغيتو ديروا حليب ولا ما كانش موجود معكم لا حليب لا عصير ممكن ديروا سيرو اللي هو كاس تاع ماء مع نص كاس تاع سكر، وديروا فوق النار مع طرونش تاع السيترون وتسقوا الكيك تاعكم. واذا بغيتو ما تسقوش ايضا ما كاش مشكل ما تسقوش. هنا الايطالو الكريمه تاعنا ونزيدوا جوج حبات تاع موز قطعتهم هكا شرائح، ندخلوهم الثلاجه تبرد ومن بعد نوجدوا الكاناش الساهل اللي هو قطع تاع الشوكولا. هذا اللي كان موجود معايا درت له مع زوج علب تاع الكريم ديسير تاع ذوق الشوكولا كيما راكم تشوفوا فوق النار حتى دابوا. ومن بعد نديروهم فوق الكريمه تاعنا كطبقه من فوق كغاناش. غادي تبقى هذه الكريمه طريه ما غاديش تجمد معاكم، وندخلوها الثلاجه حتى تتماسك وتشد روحها مليح وتبرد ونقدموها. انا قسمتها خرجت لي 12 قطعه لاباس بها، يعني تاكلوا وتعاودوا. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوا.